السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا أوروبا كلها مليانة بالحاجات اللي انتم شايفينها، طبعا البونبون والحاجات دي اللي أنا مش عارفة علاقته إيه أساسا عيد الموت بالبتاع. أنا بس نفسي أقول لكم على حاجة. دايما لما تحصل أي حاجة في فيديوهات العرب بيطلعوا بيقول لك قانون حقوق الطفل ويمنعوا، يقول لك وقف القناة ومش عارفة إيه وإيه وإيه. طبعا دلوقتي نفسي أعرف عالم زي دول بيعملوا الحاجات دي بيتكلموا ليه عن حقوق الطفل؟ يعني بلاش احنا اللبس اللي انتم شايفينه ده يمكن نقول عليه إيه، ما فيهوش حاجه. تعالى انا اوريكم ايه الحاجات بقى. ايه طبعا اللي انا نفسي اعرفه ايه علاقه البونبون بعيد الموت. يعني مش عارفه الناس بتلبس. بصوا بقى، لما انا اعمل ايه سنان لابني بالمنظر ده، او البس ابني اعمل له الحاجات اللي انتم شايفينها طبعا والدم، وازين الاوضه بتاعته زي ما انا شفت فيديوهات كتير طبعا بيعملوا بالهالوين، بيزينوا الاوضه بالحاجات زي دي، عينين بقى وعناكب شايفين وخفافيش بقى والحاجات اللي انتم عارفينها دي. بصوا بقى، لما انا اجيب لابني منظر زي ده في البيت، يبقى ليه بعدين اتكلم عن حقوق طفل وحقوق انسان، حقوق حيوان وحقوق الحاجات دي؟ حقوق الحيوان ما اقدرش اتكلم بصراحه، هم عاملين واجب زياده في حقوق الحيوان اللي هم شبههم. دم بقى نازل، عناكب وشوش زي ما انتم شايفين الحاجات دي طبعا. بصوا بقى ايه، بصوا يعني الجمال. يعني اعملوا الحاجات دي كده عادي، بس احنا لما نعمل حاجه نخض بها الولاد او نعمل حاجه مثلا آه، حاجه كده، اي حاجه تلاقي بقى حقوق الطفل بقى والامم المتحده وما اعرفش ايه، بتكلمك عن حقوق الطفل، حقوق مش عارفه ايه، اي حقوق طفل خليته انتوا طفل ايه بعد المناظر اللي انتوا عاملينها دي. ده ايه ده كمان؟ لعبه دي بلاش عشان تعملي بها اشكال وحاجات. بصوا بقى الماسك، شايفين لما تلبس ابنك او تلبسي انت في البيت لابنك عشان ترعبيه مثلا، عشان تلعبي معاه، قصدي مش ترعبيه. لما تجيب الحاجات دي مثلا تعليها في البيت، تزين البيت بالعينين بالحاجات دي بقى كده. انا ماليش علاقه، انا العلاقه الحاجه اللي انا عايزه اقولها بس ان هم لما بيعملوا كده ما يتكلموش حقوق الطفل، ما يجوش بس علينا احنا كعرب يقولوا لنا حقوق الطفل وحقوق الانسان، ونيجي بقى نلاقي الامم المتحده كلها جايه علينا وتقول لك انتوا ما بتعاملوش الانسان كويس، انتوا ما بتعاملوش الحيوان كويس والحاجات دي كلها. يعني طب بالله عليكم، دول مريان اقسم بالله، يعني حاجه تقرف. بصوا شايفين سانشيف سوري وي سانشيف سوري، ولكن بص ازاي عاملين المنظر. بص الحاجات، الواحد يعني مقروف ما يمسك الحاجات دي، سبحانك يا رب. واخيرا بقى ايه، نشوف بقى السوكسيات. طبعا الحاجات دي حطيها في البيت، ناس بتحطها في البيت طبعا تصحى الاولاد بالليل تلاقي المنظر الجميل ده ايه عادي، ما يترعبوش ما يحصل لهمش اي حاجه طبعا. اعوذ بالله، اعوذ بالله، اعوذ بالله. لو عامله كام؟ عامله 15 اورو. يعني شايفين بقى الشيطان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شايفين الحاجات دي؟ شايفين؟ اعملوا اللي انتوا عايزينه، بس مالكوش علاقه فينا بعدين. ما تقرفوناش بقى بموضوع حقوق الطفل حقوق الانسان والكلام الفاضي اللي انتوا بتقولوه ده. بس دي بس المعلومه اللي حبيت اقولها لكم واصورها من الفيديو ده. بصوا بقى اخر حاجه اوريها لكم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله الواحد جسمه بيترعش لما بيمسك الحاجه. بس يلا ربنا يصلح الحال ان شاء الله.